السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم جميعا. دي قناة تاكسي ومعاكم شيماء. يؤسفني إن أنا أقول لكم إن ماي واي خلاص هتقفل، ولو ماي واي شافت الفيديو ده أحسن لها بجد إنها تراجع نفسها، لأن انتوا أكيد عارفين ناس كتير بتروح لكم مخصوص وأنا واحدة منهم، وليكوا فروع كتير جوه مصر وليكوا فروع كتير برضو بره مصر. فبجد يا ماي واي إيه بقى؟ بصوا بقى يا شركة ماي واي ويا مسؤولين ماي واي ويا مبدعين ومنتجين ماي واي، اغلب الناس كانت بتحب الشركة بتاعتكم والمنتجات بتاعتكم. ليه؟ لحاجتين. الحاجة الاولانية المنتجات بتاعتكم كانت كويسة جدا وحلوة جدا والجودة بتاعتها ممتازة. الحاجة التانية ان اسعارها رخيصة جدا، فانتوا كنتوا عاملين معادلة حلوة قوي ما كانش في حد غيركم عارف ان هو يعملها، يوفر منتج كويس وفي نفس الوقت اقتصادي وفي متناول ايد الجميع. ويؤسفني ان انا اقول لكم ان المعادلة دي دلوقتي بتنهار. احنا عارفين ان الحاجات غليت جدا والغلا بقى مبالغ فيه، ومن حقكم انتوا كمان تغلوا الاسعار بتاعتكم، تمام، دي حاجه معروفه، ولكن اسعاركم بقت غاليه بشكل مبالغ فيه شويه. يعني مثلا الكريم اللي ظهر قدامكم ده انا كنت بجيبه في وقت من الاوقات ب 10 جنيه لما كان بيكون غالي شويه ب 13 جنيه، دلوقتي سعره وصل ل 80 جنيه. يعني الحاجه ما غليتش الضعف، لا دي غليت يعني 100 مره الضعف. الماسك ده برضو حوالي 20 جنيه كنت بجيبه تقريبا في الحدود دي، دلوقتي وصل سعره ل 75 جنيه. البرفان اللي كان ب 50 و60 جنيه وصل سعره ل 200، واحيانا في حاجات بتوصل ل 300 جنيه، وطبعا في حاجات اكتر من كده بكتير. هنقول لحد كده تمام وماشي، ليه؟ لان الحاجه بتغلى، وفي حاجات برضو بتغلى برضو اضعاف مضاعفه بشكل غبي، وانتوا بتغلوا الحاجه بتاعتكم، والجوده الحمد لله لسه زي ما هي في المنتجات دي، حاجه كويسه جدا. ولكن اللي مش مقبول بقى من الشركه ان في منتجات حلوه جدا وكانت كويسه جدا وعليها اقبال كتير قوي ما بقتش انها تنزل في الشركه، فدي حاجه مش كويسه. انتوا غليتوا الاسعار بتاعتكم ولكن تسحبوا المنتجات اللي هي كانت كويسه. انا واحده من الناس كنت بروح اجيب اغلب المنتجات اللي انتوا سحبتوها من الشركه، وعلى فكره في زي كتير كانوا بيروحوا لحاجات معينه في الشركه يجيبوها، الحاجات دي انتوا ابتديتوا ان انتوا تشيلوها وما تبقاش موجوده، وكمان ما يبقاش فيه البديل الحلو بتاعها. طيب واللي انا بقوله ده معناه ايه؟ معناه ان انا طبعا هدور على البديل بتاع المنتج ده، وانتوا شايفين دلوقتي المنافسه في السوق المصري بقت عامله ازاي، وكل منتج او كل شركه بتحاول انها تعمل منتجات كويسه جدا وبجوده حلوه قوي علشان تنافس الشركه التانيه، لان اغلب الحاجات اللي كنا بنجيبها مقاطعه، فكل بيتجه دلوقتي للحاجه المحليه بتاعته. فانتوا للاسف بتاخدوا الحاجات وبتسحبوا الحاجات اللي هي كانت كويسه في الشركه اللي اغلب الناس كانت مقبله عليها، زائد كمان ان الاسعار بقت غاليه قوي، هبتدي ان انا اروح لمنتجات تانية اشوف البديل بتاعها. فانتوا للاسف جايين في وقت المنافسه الشديده دي تنسحبوا وتتراجعوا وتسحبوا المنتجات الحلوه بتاعتكم وبتغلوا الاسعار بشكل اوفر قوي. بصراحه انا اسفه اقول لكم يا شركه ماي واي ان انتوا بتخسروا كتير جدا، بتخسروا عملاء كتير جدا كانت بتشتري المنتجات بتاعتكم وبكميات كبيره. يعني علبه الكريم اللي هي كانت ب 10 جنيه ولا 15 جنيه انا كنت بجيب منها بالثلاثه وبالاربعه، فلما تكون دلوقتي ب 80 جنيه اكيد مش هجيب منها 3 و4، هستنى لحد ما تخلص وابقى اجيب واحده تانية. وانتوا طبعا عارفين النتيجه دي هتكون ايه لما تخسروا عملاء كتير. هتلاقوا ان المبيعات بتاعتكم ابتدت انها تقل بشكل ملحوظ قوي، وهتلاقوا ان الناس ابتدت تعرف منتجات تانية من شركات تانية تكون جودتها حلوة، فهتبتدي انها تستمر على المنتجات دي، ومع الوقت هتنسى حاجة اسمها ماي واي اصلا. فيا ريت تكون شركة ماي واي والناس اللي شغاله في المبيعات والتسويق والحاجات دي كلها تكون بتتفرج على الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي هتفيدكم انتوا كمان زي ما احنا بنفيد الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاع اللي عاوز تعرف حاجات عن ماي واي. انتوا كمان كشركه في الوقت اللي احنا فيه لازم تكونوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا. انتوا عارفين على اليوتيوب اكتر من 1000 فيديو على اليوتيوب عن شركه ماي واي، واللي ما كانش عارفها عرفها، واللي كان عاوز يجرب او عرف تجارب الناس وابتدى ان هو يجربها على حس الفيديوهات دي. فيا ريت فيديو زي ده لو تشوفوه تاخدوه بعين الاعتبار شويه عشان تعيدوا التفكير في الشغل عندكم كده في المطبخ بتاع ماي واي وتبتدوا تظبطوا الدنيا من اول وجديد. وطبعا الفيديوهات بتاعتنا دي كانت بدون مقابل، كانت دعايه كده. ليه بقى احنا كنا بنعملها؟ لان احنا فعلا حبينا المنتجات. عامل مع ماي واي من سنين، حابه المنتجات بتاعتها، وعشان كده بكررها. ماي واي هي فعلا يعني معروفه بشكل كبير قوي، ولكن ممكن تختفي في يوم من الايام بسبب حاجات اللي هي بقت بتعمل فيها دلوقتي والغلطات كتير اللي هي بقت بتقع فيها. اكلمكم بقى شويه عن المنتجات اللي انا كنت بحبها جدا في ماي واي، وفي حاجات كتير منها ما بقتش موجوده للاسف، زي مثلا شاور فروتي ميلكي اللي هو بالفراوله وجوز الهند. طبعا دول كانوا على طول اساسي معايا، وحقيقي انا ما لقيت لهمش البديل، ولكن لما ما لقيهمش موجودين بعد كده ما انا لازم ادور على البديل بتاعهم. عندكم شاور جوز الهند اللي ظهر قدامكم دلوقتي. شاور جوز الهند ده انا بحبه جدا، عاوز اقول لكم ان ده يمكن الشركه كل كام شهر تحن علينا كده وتنزل لنا منه عرض. عندكم الشاور فروتي ميلك اللي هو بالفراوله ده كان تحفه
تحفه بمعنى كلمه تحفه وجميل جدا. ممكن تغلوا السعر بتاعه شويه بس تخلوا الشاور موجود زي ما هو. ولكن ليه شاور الفراوله يختفي؟ الفراوله ما بقتش موجوده، بقت قليله في السوق يعني ولا ايه بالظبط؟ فدي من الحاجات الجميله جدا اللي انا كنت بحبها، للاسف ما بقتش موجوده. اللوشنات اللي ظاهره قدامكم دلوقتي، لوشن الفانيليا ولوشن الشوكولاته ولوشن الورد. الفانيليا اتعدم تماما، وانا انتوا عارفين، انا مش بقول ماي واي، انتوا عارفين انا بحب ايه فاعملوهولي. لا يا جماعه، دي من الحاجات الحلوه فعلا. الفانيليا خلاص ما بقتش موجوده نهائي، ما بقتش تنزل خالص. ليه برضو انا مش عارفه. الشوكولاته يعني ممكن نقول كل 5-6 شهور لو نزل مره. الورد ينزل شويه وبعد كده ما ينزلش تاني. طب ليه الشعارات دي اللوشنات دي برضو ما بقتش موجوده، مع انها حلوه كان عليها اقبال وناس كتير بتشتريها، وبنشتري بدل العبوه 2 و3. وطبعا اللوشنات دي في يوم من الايام انا كنت بجيبها ب15 و18 جنيه، ووصل سعرها ل50 جنيه و60 جنيه. وهنقول تمام، احنا عارفين اللي عاملين عضويات في ماي واي بيكون ليهم خصم كويس، فدي هتكون حاجه كويسه برضو. فعيدوا التفكير بجد، يا ريت الفيديو ده يوصل ليكم وتعيدوا التفكير شويه. نيجي للحاجه التحفه اللي انتوا كنتوا عاملينها واتبخرت في ايه يا جماعه؟ مال الفانيليا معاكم فيها مشكله؟ الفانيليا الميست اللي ظاهر قدامكم ده بتاع الفانيليا ده اكتر ميست جبته، كان رخيص جدا. جبته يعني كان ثابت معايا يوم كامل، يوم هنقول اقل من اليوم بشويه. بس ايه ده، ايه الجمال ده؟ انا جبته وجبت منه كذا ازازه، واختي جابت منه كذا واحده، وعجبنا جدا وحبيناه جدا. كان كل ما يخلص اجيبه واجدده. حقيقي انا ما جربتش بودي ميست بالحلاوه دي والثبات ده والسعر الفظيع ده. طب ليه تشيلوه؟ ليه ما يبقاش موجود؟ ليه بتنزلوا روايح ما عليهاش اقبال؟ يعني حاجات كده الواحد لو جابها مره مش هيفكر ان هو يجيبها مره تانية. حمام الكريم بتاع ماي هير، حمام كريم كان حلو قوي جميل جدا، كنت على طول بجيبه، كنتش بجرب غيره. الاول كان سعره رخيص، غليته السعر بتاعه برضو زي بقيه المنتجات، خلاص اوكي. كمان ما بقاش موجود. بصوا بقى اللي حاصل، لازم اشوف البديل. جربت كذا حاجه، في حاجات عجبتني وفي حاجات لا، لحد ما وصلت الحمام كريم مينك اللي انا دلوقتي بموت فيه. الحمام الكريم ده فرق معايا بجد بشكل يعني فظيع. فانا خلاص، انا بقى دلوقتي واحده عن نفسي، انا مش هجيب حمام كريم ماي هير اللي انا كنت بحبه من ماي واي، لاني لقيت البديل بتاعه. ولو قارنا بين الاسعار ممكن نلاقيه الاسعار متقاربه، او بتاع مينك كمان ارخص من بتاعكم. انتوا خلاص وديتونا المرحله اللي احنا ايه، لازم نجرب حاجات بره عشان حاجتكم ما بقتش موجوده. فانا لما لقيت البديل بره وكمان احلى من بتاعكم، فانا خلاص بصراحه مش هفكر. حتى لو نزلتوه في الشركه تاني انا مش هفكر ان انا اجيبه مره تانية. مثلا من الحاجات اللي انا كنت بحب اجيبها برضو هي المشروبات. عندكم المشروبات اللي ظاهره قدامكم دي كنت بحب اجيبها قوي، كنت اجيب منها علب كده واخليها عندي، اسعارها كانت تحفه. تعالوا كده نعمل مقارنه. انا دلوقتي العلبه دي فيها 12 كيس، وحجم الكيس مش كبير قوي. وكان لما بيغلى ويضربوا الدم بقى على الاخر نقول بتوصل ل 45 جنيه العلبه، فنقول برضو سعرها حلو. دلوقتي ابص اشوف العلبه وصلت، مره شفتها نازله ب 115 على 12 كيس. طب معلش، انا لو جبت كاكاو من بره سايب حتى مش في علب هيبقى ارخص منكم بكتير. لو جبت حاجات، في ناس دلوقتي في محلات بتبيع ايه اللي هي محلات القهوه، بتبيع حاجات شوكولاتات وحاجات بالبندق وكاكاو والحاجات الجميله دي، وفي اكياس كمان. لو انا قارنت بين الحاجات اللي هشتريها من بره وبين حاجتكم، فبره هتبقى ارخص بكتير جدا واوفر كتير جدا، وطعمها برضو بيبقى حلو قوي. فانا ما بقيتش اشتريها بقالي فتره كبيره قوي من عندكم. بجد الفيديو ده شايف ان هو مهم جدا لشركه ماي واي اللي الناس كلها بتحبها، ناس كتير جدا بتحبها وبتحب تجيب منتجاتها، وانا واحده منكم. خدوا بالكم من الحاجات اللي انتوا سحبتوها من الشركه، حاولوا انتوا تفكروا كده في الموضوع تاني بالنسبه للاسعار، لان فعلا الشركه كده هتخسر كتير قوي، في منافسه كبيره جدا من الشركات المصريه. اتمنى كمان الناس اللي بتحب ماي واي بتتفرج على الفيديو بتاعي تدعم الموضوع ده في التعليقات. اكتبوا يا جماعه انتوا كمان ارائكم، الحاجات اللي انتوا نفسكم انها تكون موجوده، يمكن الفيديو ده يوصل لبجد الناس اللي مسؤوله في الشركه ويعيدوا وجهه نظرهم في موضوع الحاجات اللي بقت عندهم. والفيديو بتاع النهارده خلص، واقول لكم السلام عليكم جميعا في فيديو جديد كل يوم خميس باذن الله. شاور الفراوله انتوا عدمتوه خالص من الشركه. عايزه ايه؟ انت مش بتتفرجي على فيلم عبد الحليم؟